السلام عليكم. ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم قوي، اللي هو emergency بتاعت ال acute complication of diabetes، اللي هو أهم حاجة DKA، اللي هو diabetic ketoacidosis. يعني ايه diabetic ketoacidosis؟ يعني حموضة في الدم تسببها أجسام كيتونية، ودي بتبقى في type 1 بس. او حالات تايب 2 بتبقى عندهم سيفير ستريس، مثلا جاله مايوكاردال انفاركشن، او هو خلاص وصل لمرحله ان ما عندوش انسولين خالص. موضوع الدايابيتيك كيتو اسيدوزيس ده، يعني ممكن حد يقول لي طب ما هو سهله، يعني انا ممكن اشخصها بسهوله، ان انا عندي مريض سكر وعنده بقى اسيتون بريث وعنده رابيد ديب ريسبيريشن، وخلاص هعرف عنده بوليوريا وبوليديبسيا وهعرف اشخصه. ايه الشطاره في كده يعني؟ لا، الموضوع مش كده. الموضوع ان الموضوع فيه تحدي كبير جدا للتشخيص، انه اصلا ممكن يبقى ده الفيرست برزنتيشن اوف diabetes، انها بتدي سيمتومز كتير بتتلخبط مع امراض تانية كتير، وانا اصلا مش عارف ان ده مريض سكر. فانا ممكن مخي هيروح لحاجات تانية. ممكن مثلا المريض يجيلي ب سيفير abdominal pain، ممكن يوصل لدرجة acute abdomen. طب انا شايفاه اكيوت ابدون، ما اعرفش خالص انه دايابيتس. مثلا شايف ان هو مثلا عنده كوما، هفكر في اسباب تانية للكوما غير الدايابيتس مثلا. يعني احنا عندنا قاعدة كده في الطب، ان هو بيقول ان the eye cannot see what is the brain not think. اللي هو يعني انا عيني مش هتشوف حاجه وانا اصلا ما فكرتش فيها. يعني انا العيان مش هيجي يقول لي انا عندي ديكي ايه، حلل لي البول واعرف ان عندي اسيتون وان انا عندي سكر عالي. لا، الكلام ده مش هيبقى معروف. انا هشوف برزنتيشن غريب، مثلا حد عنده نوزيا وفوميتنج، حد عنده ابيجاستريك بين، وطفل صغير، وخلاص هقول دي نزله معويه وهعالجه على اساس كده. مخي مش هيروح لان هو ممكن يبقى دايابيتك، وده الفيرست برزنتيشن بتاعه. فهمتوني؟ يبقى هي ده التشالنج الكبير للدايجنوزس، ان هو اصلا ممكن يبقى فيرست برزنتيشن وهو مش مريض سكر اصلا. طبعا هو الموضوع احنا خدناه قبل كده في البايوكيمستري، بس يعني كان باين ان هو حاجه رخمه جدا، اننا مش فاهمين ايه الحكايه. ايه بقى احنا هنعمل ايه زياده؟ هنفهمه بطريقه لطيفه جدا ان شاء الله، نفهمه كله، نربطه بالكلينيكال طبعا. فهيبقى الموضوع يعني لطيف ان شاء الله. كمان هقول لكم على اسباب كتير وطريقه للتفكير. مثلا عيان عنده كوما، طب ايه اسباب الكوما؟ نطلع اسباب كتير. اسباب الكتير للابدومينال بين ممكن اشك فيها انها عند العيان ده. طيب ليه هي غيبوبه كيتونيه مش غيبوبه عاديه؟ مثلا البوتاسيوم هنا موضوع محير جدا، هل هايبر ولا هايبو ولا نورمو؟ ممكن اشوف الثلاث سيناريوهات للبوتاسيوم وليهم اسباب. طب العلاج هعالج ازاي في البوتاسيوم؟ بس البوتاسيوم هيبقى في الفيديو الجاي ان شاء الله. انا الاول هتكلم كلينيكالي العيان، حاجات مهمه في الكلينيكال كده افكر فيها قبل ما اشخص، وبعدين هنقول البريسبتيتنج فاكتورز، وهندخل بقى على الباثوجينيسيس، اللي هو الكينج بقى اللي بيفسر لي كل كلمة من السيمتومز ومن المضاعفات وجات ازاي. واتمنى تستمتعوا بالمشاهدة ونحب البطنة ان شاء الله وتفيد الدكاترة ان شاء الله. شكرا. بص يا دكاترة، بالنسبة لمحاضرة النهاردة هي طبعا يعني جميلة جدا وكلها فهم ولطيفة. كمان في معلومات في المحاضرة دي لو احنا قريناها كده بسرعة هنحس ايه التناقض الرهيب ده. ده اكيد في حاجة غلط. يعني مثلا DKA معروف ان هو كوما هايبر جلايسيميا، تمام؟ ونلاقي ان في العلاج كاتب لك ان انا ممكن احط جلوكوز او دextrose. طب ازاي يا جماعه؟ ازاي احنا اصلا دلوقتي في هايبر جلايسيميا وانا هديله في العلاج وهو ده المصيبه، هو سبب المصيبه كلها هايبر جلايسيميا، وانا هزود جلوكوز في العلاج؟ طب ازاي؟ هنفهم بعد شويه. كمان حاجه تانية متقاله في التريتمنت، ان هو حاجه كمان مكتوبه في العلاج بتقول ان هو انا هدي بوتاسيوم لو هو upper limit of normal potassium. طب ليه هو normal potassium وانا هديله بوتاسيوم supplement؟ برضه دي حاجة مش مفهومة، هنفهمها في المحاضرة. يعني كذا حاجة كده تحس إنها تناقض، بس لما نفهمها إن شاء الله هنبقى عارفين إن الكلام ده صح ومظبوط. أنا عندي سكر كتير، أنا مشكلتي عايز إنسولين يدخل لي السكر لبره
جوه الخلايا لا، الجسم مش حاسس كده، الخلايا حاسه ان ما فيهاش سكر، هاتولي سكر. طيب الكدني بقى هي بقى الكينج بقى في موضوع الاسيد بيز بالانس. طب هتساعدينا ازاي حضرتك؟ مش انت عندك اسيد كتير؟ عندي اسيد كتير جدا جدا. طب انا بقى هحط لك الكالي اللي هو البايكربونات ده، هحط لك كتير في الدم منه عشان يحاول يعادل الاسيد اللي موجود. هناخد النهارده الدايابيتك كوما. الدايابيتك بيشنت ممكن يجيله 3 انواع من الكوما، وفي واحده كمان بس مش عليكم. هما ايه الدايابيتك كوما دولت؟ دايابيتك كيتو اسيدوزس، قلنا ان هي اكتر في التايب 1 دايابيتس، او اللي هما تايب 2 with late stages. طبعا تايب 1 وتايب 2 معرضين يحصلوا لها لو خدوا علاج زياده لدرجه ان هما يقلل السكر. اهم حاجه ان diabetic ketoacidosis دي ممكن تبقى الفيرست presentation of type 1 diabetes اللي هو ketosis prone، يعني more liable أو معرض أكتر للديابيتس ketosis prone، او severe hyperglycemia و insulin deficiency. طب تاني واحدة HONK اللي هي hyper osmolar non ketotic coma، ودي الكوما المميزة بتاعت type 2 diabetes. التالتة hypoglycemia. طيب قلنا احنا ان دي ايه ده اكتر حاجه في التايب 1، طب ليه مش في التايب 2؟ مش في التايب 2 اللي هم العاديين، مش حالات السيفير، لان التايب 1 ما عندوش انسولين خالص. فالتايب 2 عنده sufficient amount of insulin، عنده انسولين في جسمه كافيه انها تمنع اللايبوليسيس اللي هو تكسير الفات، but not enough to prevent hyperglycemia. فالدي كي اي ده بيحصل ان ما عندوش انسولين خالص، فعشان كده الليبيد الفات اللي في جسمه هيتكسر ويدخلنا لما الفات يتكسر هيطلع كيتون بوديز او فري فاتي اسيد. الكيتون بوديز دي هي دي اللي هتعمل دي كي اي، كيتو اسيدوزيس. تمام، يبقى التايب 1 لازم يبقى عنده دي كي اي، وتايب 2 ما عندوش دي كي اي، غير لو هو خلاص الانسولين اللي في جسمه ما بقاش شغال. ليه؟ قلنا عشان type 2 عنده sufficient amount of insulin كافي ان هو to prevent lipolysis but not sufficient to prevent hyperglycemia. طيب حاجة كمان، ليه ال precipitating factor لل DKA هو الستريس؟ اشمعنى الستريس هو ده السبب الأساسي اللي بيعمل لي DKA؟ طبعا يعني عارفين ان هو لو ما خدش انسولين وفضل سكره عالي هيوصل لدي كي اي. بس الاسباب التانية كلها، مثلا حد اصلا مش شخص ان هو عنده سكر تايب 1 وده خلينا في دي كي اي، لازم اشك في ستريس. ليه؟ علشان الستريسفول كونديشن دي هتطلع لي الكاونتر ريجولاتوري هرمونز اللي هما مين؟ سي سي جي جي. طيب هما مين بقى السي سي جي جي؟ اللي هو كورتيزون، كاتيكولامين، جلوكاجون، وجروث هرمون. يبقى انا كدكتور اعرف ان مادام شفت مريض دي كي ايه هعرف يا اما insufficient precipitating factor ايه هم، يا اما insufficient، يا اما العلاج غير كافي الانسولين، او interrupted يعني نسى ياخد شويه، حذف جرعه. مثلا ساعات الناس لما ظروفهم تتغير يسافروا مش عارفه ايه، حد عيان، حد توفى بتاع، ينسوا ياخدوا الانسولين، فكده يبقى interrupted dose او insufficient. او infection، قلنا ان الستريس بيعلي الكاونتر ريجولاتوري هرمون. ليه؟ لان هو بيعلي البيزال ميتابوليك ريت، الجسم محتاج خلايا دم بيضاء كتير، ومحتاج الجسم يدافع شويه عشان الستريس اللي هو فيه، فيزود الكاونتر ريجولاتوري هرمون كلهم يزودوا السكر. ايموشنال ستريس، يقول لك بقى سمع خبر تعب مش عارفه ايه، طب ساكت، او ممكن يبقى عنده مرض هو اللي عامل له ستريس زي MI. لو حد اولد ايج ودخل في دي كي لازم ادور على MI، مايوكارديال انفاركشن. انفكشن بقى زي ايه؟ هقعد ادور في جسمه كله، هل عنده فيفر ولا لا، مثلا ادور في اليورين عنده يورين تراكت انفكشن، في صدره عنده شيست انفكشن، عنده نمونيا، عنده بتاع، ادور بقى في جسمه كله لحد ما الاقي السبتك فوكس دي. او الناس اللي بره بقى اكسسيف الكحول انجكشن. طيب دلوقتي هنقول الباثوجينيسيس او الباثوفيسيولوجي اوف دي كي اي، دايابيتك كيتواسيدوزيس. قلنا ان الستريس هيزود الكاونتر ريجولاتوري هرمون، هيزود الجلوكوز ليفل. تاني حاجه الانسولين ديفيشنسي،
قلنا ان الانسولين هو انابوليك هرمون، يعني بيبني كل حاجه. لما الانسولين يقل هيعمل كاتابوليزم، يعني يكسر. طيب هيكسر الكربوهيدرات، هيكسر البروتين، هيكسر الفات. لما يكسر الكربوهيدرات الجلايكوجين ده اللي هو الوحده البنائيه للجلوكوز الكبير، جلوكوز كتير، جلايكوجينوليسيس يعني تكسير الجلايكوجين عشان هيطلع لي جلوكوز حبه صغنن. تمام، يبقى جلايكوجين يتكسر، جلايكوجينوليسيس تكسير الجلايكوجين عشان يطلع لي جلوكوز. عشان ايه؟ صحيح عندي جلوكوز كتير في الجسم وعندي هايبر جلايسيميا، بس مفيش الانسولين هو اللي يدخله جوه السيل. فعشان كده السيل حاسه بايه؟ السيل حاسه ان عندها نقص في السكر. يبقى الجسم كله عمال يشتغل عشان يزود السكر. يا جماعه انا عندي سكر كتير، انا مشكلتي عايز انسولين يدخل لي السكر اللي بره جوه الخلايا. لا، الجسم مش حاسس كده، الخلايا حاسه ان ما فيهاش سكر. هاتولي سكر، يلا جينا نكحلها عملناها، يقوم الجلايكوجين يتكسر عشان يزود لي السكر. تمام، يحصل هايبر جلايسيميا. السيل بقى مشكلتها ان فيها ديكريز جلوكوز ابتيك بسبب ان مفيش انسولين. تمام، يبقى ديكريز جلوكوز ابتيك وانكريز جلايكوجينوليسيس، كل ده هيعمل هايبر جلايسيميا. هايبر جلايسيميا السكر كتير قوي قوي في الدم، هيروح يترشح عند الكلى، تيجي الكلى تعمل ايه؟ هتنزل جلوكوز كتير. في عندي قانون اسمه اوزموزيس، قانون الضغط الاوزموزي، اللي هو اي حاجه معديه لو حاجه كتير مترشحه من الكلى بتركيز عالي هيسحب وراه ميه. اوكي، يبقى الجلوكوز اللي نازل كتير من الكدني هيسحب وراه ميه، يعمل ايه؟ اوزموتيك دايوريسيس. يعني فهمتوها؟ اوزموتيك دايوريسيس نتيجه الهايبر جلايسيميا، ميه كتير بتنزل ورا الجلوكوز. مين كمان تعمل اوزموتيك دايوريسيس؟ لو في هايبر كاليميا، لو في هايبر كالسيميا، الاثنين يعملوا بوليوريا. تمام، يبقى هينزل الميه وينزل الجلوكوز ويشد وراه شويه الكترولايت. تمام، يبقى كمان هيحصل لي الكترولايت امبالانس، هينزل بوتاسيوم وينزل صوديوم. تمام، يبقى دي اول جزء. تاني جزء اللي هو هيكسر بروتين ويكسر الفات. طيب قعدنا ماشيين في سكة الهايبر جلايسيميا يا جماعة، والخلايا عمالة تستغيث. يا جماعة أنا حاسة إن ما عنديش طاقة، أنا عايزة طاقة، أنا عايزة جلوكوز. طب يا ستي سكة الهايبر جلايسيميا مش نافعاكي، طب ندور على سكة تانية تدينا طاقة. ايه هي الطاقة؟ هنكسر بروتين، هنكسر فات عشان يديكي طاقة، كاتابوليزم. نعمل ايه؟ نكسر البروتين، نعمل بروتيوليسيس. اوكي، البروتين لما بيتكسر بيديني امينو اسيدز ونيتروجين. الامينو اسيدز دي، طب انت بعد ما تكسر بروتين وتكسر الفات هتديني طاقة ازاي حضرتك؟ لا، واحد ذكي بقى في الجسم قال لك ايه؟ انا عندي حاجه اسمها جلوكونيوجينيسيس. ايه ده؟ اسمه تصنيع الجلوكوز from non carbohydrate source. جلوكونيوجينيسيس ايام البايو الجميل. فين ايام البايو الجميل؟ مين يفتكر؟ محدش فاكر. يبقى جلوكونيوجينيسيس هو تصنيع الجلوكوز from non carbohydrate source. هنصنعه منين يا باشا؟ هنصنعه من الامينو اسيد ومن الجليسرول. طب اجيب منين جليسرول؟ عندي ليبيدز، هكسر الليبيدز، هعمل لايبوليسيس يديني جليسرول وفري فاتي اسيدز. يبقى انا هاخد الجليسرول بتاع اللايبوليسيس مع الامينو اسيد بتاعه البروتيوليسيس واصنع جلوكوز باي جلوكونيوجينيسيس. تمام، يبقى زودنا المشكلة تاني، عملنا هايبر جلايسيميا تاني. يا جماعة يا جماعة أنا عايز طاقة، أنا مش عارف الخلايا، المخ بالذات يا جماعة الغذاء الأساسي بتاعه هو السكر، مفيش سكر. طب والخلايا اللي في الجسم عايزة سكر عشان الطاقة، عايزة جلوكوز عشان إيه؟ عشان نعمل اي تي بي ونعمل اي دي بي ونعمل سيتريك أسيد سايكل، كل ده واقف. الخلايا عمالة تستغيث. يا جماعة أنا جوايا في مش لاقي جلوكوز، بس الدم كله ده كله سكر، والسكر كله انا مش مستفيد بيه. بص، مش لازمني كل السكر اللي عندك ده كله، انا ماليش دعوه، انا عايز طاقه. طب اعمل ايه بقى؟ هنفضل شغالين في الفيشوس سيركل، حلقه مفرغه، يفضل يزود السكر زياده والخلايا تفضل تعاني من مزيد من الهايبوجلايسيميا جوه الخليه. اوكي، طيب هنرجع تاني بقى، هايبرجلايسيميا، اوزموتيك دايوريسيس، لوسز. اوكي،
طيب بعد كده بقى لما كسرنا الفات هيطلع لي جليسرول وفري فاتي اسيد. طيب ايه بقى فري فاتي اسيد دي يا جماعه؟ فري فاتي اسيد دي بتدخل في سكه كده اسمها كيتوجينيسيس عشان تطلع كيتون بوديز. اوكي، كيتون اسيدز، كل دول نفس الاسامي. يبقى انا كده زودت تصنيع الكيتون اسيدز، كيتو اسيدز. الكيتو اسيدز دي هي مش احماض، حمض يعني، هيطلع منها كتير جدا، ما عمال يكسر في الفات اللي في الجسم، يكسر يطلع لي فات كتير، يعمل ميتابوليك اسيدوزيس، لان هي اسيد، كيتون اسيد، فري فاتي اسيد. اوكي، يبقى هي احماض هتعلي لي الحموضه اللي في الدم، تعمل ميتابوليك اسيدوزيس، عشان كده اسمها ايه؟ دايابيتك كيتو اسيدوزيس. كيتو عشان فيها كيتون اسيدز، كيتو اسيدز. الكيتو اسيدز العاليه دي هتعمل ايه؟ كيتونيميا. كيتون مالي الدم، ايميا يعني في الدم، يبقى الدم مليان كيتو اسيدز. طب الدم مليان كيتو اسيدز، هينزل شويه منهم في الكدني يترشح طبيعي، لازم في فلتريشن لكل الحاجات اللي في الدم بتعدي من الكدني، بيحصل كيتونيوريا، ينزل في اليورين. اوكي، يبقى انا عندي فري فاتي اسيدز الكتير هتعمل لي كيتو اسيدوزيس اللي هو اسم الكوما، وتعمل كيتونيميا يعني الكيتون عالي في الدم، كيتونيوريا الكيتون عالي في اليورين. يبقى الجسم دلوقتي عرفنا عنده اساسا ايه؟ عنده هايبر جلايسيميا، عنده الكترولايت امبالانس بسبب الديهايدريشن، بسبب الاوزموتيك دايوريسيس نزلت الووتر ومعاه شويه الكترولايتس. لما نزلنا كل الميه اللي في الجسم هيحصل ايه؟ loss of water dehydration، الجسم هيحصل له dehydration. كمان عندي ايه؟ اسيدوزيس. كل حاجه منهم مصيبه في حد ذاتها للجسم، اسيدوزيس وديهايدريشن وكيتونيميا، صح؟ طيب نكمل بقى السكه بتاعه الديهايدريشن. طيب الكيتون باديز بقى اللي مالين الدم دولت، في منهم نوع اسيتون، هما 3 انواع: اسيتو اسيتيك اسيد، وداي هيدروكسي بيوتريت، واسيتون. الاسيتون ده هو ده اللي بيعمل اسيتون بريث، وهو ده اللي بنطلعه في اليورين. خلاص عرفتوا ازاي بنشم ريحه الاسيتون؟ طيب احنا قلنا في اوزموتيك دايوريسيس بوليوريا، العيان بيشتكي من ايه؟ بيشتكي اني كل شويه في الحمام عندي يورين فريكوانسي وبعمل بول كتير. تاني حاجه يقول لك ريقي ناشف. ايه ريقي ناشف دي؟ اللي هو symptoms of diabetes، بس بتبقى very very exaggerated. يبقى العيان اللي يقول لك ريقي ناشف وبدخل حمام كتير، اعرف ان هو يا اما لسه ما اتشخصش سكر، يا اما لو هو مريض سكر يبقى سكره عالي، يبقى قربنا ندخل على دي كي اي او على الكوما التانية. يبقى طب هو ليه بقى بيقول لك ريقي ناشف؟ عشان اللوس اوف ووتر من الجسم كله عمل ديهايدريشن. تمام. طيب هنكمل حته بقى مش موجوده في السكيم بس هي مهمه جدا، اللي هو الديهايدريشن. الديهايدريشن هيعمل ايه بعد كده؟ ازاي الديهايدريشن هيعمل اسيدوزس؟ دي حته مهمه قوي. الديهايدريشن يعني التيشو، احنا عارفين وجعلنا من الماء كل شيء حي، يبقى التيشو محتاج ميه، محتاج جلوكوز، مفيش ميه، والميه اللي هو الدم اللي واصل للتيشوز هيقل، معناها هيحصل تيشو برفيوجن، هيقل. برفيوجن معناها كميه الدم اللي واصله. لما تيشو برفيوجن يقل يعمل تيشو هايبوكسيا، لان الدم هو اللي محمل بالاكسجين، فلما دم قليل يوصل اكسجين قليل هيوصل. يبقى لما تيشو ديهايدريشن هيعمل تيشو برفيوجن هيقل، هيعمل تيشو هايبوكسيا with resulting. لما يحصل تيشو هايبوكسيا التيشو عايز طاقه يا جماعه، عايزين طاقه. كل الطرق اللي فاتت فشلت، هنعمل ايه؟ هنعمل انايروبيك ريسبيريشن عشان نجيب طاقه. تمام. يبقى هو دي بقى كده هنعرف نوصل ان الجسم يجيله طاقه. بس انايروبيك ريسبيريشن للاسف هتطلع لي لاكتيك اسيدوزس، هتطلع لاكتيك اسيد. لو نفتكر برضو في البايو انايروبيك، يبقى انا عندي سيتريك اسيد سايكل اللي بتديني ايروبيك ريسبيريشن، وعندي انايروبيك ريسبيريشن اللي هي بتطلع لي في الاخر لاكتيك اسيدوزس، لاكتيك اسيد. يبقى يحصل لاكتيك اسيد اكيوميليشن
ده هيزود سبب تاني للميتابوليك اسيدوزس. يبقى انا الاسيدوزس عندي ليها كذا سبب. عندي الاسيتون او الكيتون بوديز عامله كيتو اسيدوزس، وعندي لاكتيك اسيدوزس. بالمناسبه هو المفروض في 4 انواع من الكوما اللي هما دي كي ايه والهايبر اوزمولار والهايبوجلايسيميك، ودي الرابعه اللي هي اللاكتيك اسيدوزس. دي بتحصل في اي مرض فيه تيشو هايبوكسيا او ديهايدريشن او شوك او هي ما اتقالتش عندكم خلاص. يبقى ميتابوليك اسيدوزس هتعمل فيشس سيركل، والهايبرجلايسيميا هتعمل فيشس سيركل، وللاسف هيفضل السكر يزيد يزيد يزيد، والديهايدريشن يزيد، والسكر يزيد، والديهايدريشن يزيد، والاسيدوزس تزيد، لحد ما خلاص يبدا يدخل في DLC. يعني ايه DLC؟ يعني disturbed level of consciousness. عيان خلاص داخل في كوما، يعني مش مركز ومش فايق، بعد شويه يفضل يدخل لحد ديب كوما، لو ما اتلحقش خلاص بيموت. يبقى انا كده مشكلتي في دي ايه؟ ان كل حاجه ليها كذا سبب. عشان كده كل سيمتوم او ساين اللي ليه كذا سبب ده بيبقى سيفير. يبقى عندي سيفير هايبرجلايسيميا، سيفير ديهايدريشن، سيفير اسيدوزس. عشان كده بيبقى الموضوع اصعب. طيب في حاجه كمان بقى عايزه ازودها، اللي هي ايه؟ الديهايدريشن بتاع الفلويد اللي في الجسم ده هيعمل ايه؟ ان الدم بقى قليل، فده بيزود له الاوزمولاريتي بتاعته، اللي هو تركيز الالكترولايتس والسوليوتس والخلايا والبتاع هيزود. يبقى هيزود بلاد فيسكوستي، يبقى ديهايدريشن هيزود بلاد فيسكوستي، يعمل اكتر ثرومبوزس. بس دي هتبان اكتر في الكوما اللي بعدها، اوكي، اللي هي الهايبر اوزمولار هايبر جلايسيميك نون كيتوتيك كوما، اللي هي بتاعت تايب 2. دي بقى بيبقى سيفير ديهايدريشن، وده اكتر حاجه موجوده هناك، لان هناك مفيش اسيدوزس ومفيش كيتون بوديز. فالكوما اللي بعدها بقى هيبقى ديهايدريشن هو اللي كتير، ويبقى ثرومبوزس هو اللي اكتر. يبقى الانكريز بلاد فيسكوستي تعمل ثرومبوزس. هناك بقى في الكوما اللي جايه هتزود الكومبليكيشن ليها، بقى هيبقى السيريبرال ستروك مثلا، جلطه في المخ، وممكن يعمل مايوكارديال انفاركشن، جلطه في القلب. تمام. يبقى هناك الكوما الثانيه بتاعت الدايابيتس ممكن سببها يبقى الام اي مايوكارديال انفاركشن، ممكن تبقى سبب ليها، وممكن تبقى كومبليكيشن ليها. فانا خلي بالي قوي قوي على تايب 2 لما يجيله كوما، كل شويه اعمل له ECG علشان اديتكت الام اي اللي يجيله، خصوصا ان هو ممكن يبقى سايلنت ام اي، ما يبقاش حاسس المريض، لانه اصلا كوما واصلا disturbed level of consciousness. طيب خلصنا الباثوجينيسيس بتاع الدي كي اي. هندخل بقى في الكلينيكال مانيفستيشنز. طيب الكلينيكال مانيفستيشنز عندي anorexia, nausea or vomiting, abdominal pain, rapid breathing, cosmal respiration, fruity, breath odor of acetone. هقولهم كلهم بعدين هفسر كل حاجة. بعدين signs of dehydration يعني جفاف، دول مهمين بقى في الشيت. dry skin, mucous membrane و poor skin turgor. بعد كده altered consciousness to coma. بعد كده acidosis can result in fatal rhythm disturbance أو arrhythmia. طيب الانوركسيا والنوزيا والفوميتنج دي مهمة جدا 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 جدا. والابدومينال بين ممكن هما دول بس البرزنتيشن بتاع الدي كي اي. طبعا مع ان هو عنده بوليوريا وفريكوانسي وريقه ناشف طبعا يعني. ماشي. طيب ايه سبب الانوركسيا والنوزيا والفوميتنج؟ ان انا عندي اسيدوزس جامده. تاني حاجه الكيتونيميا اللي موجوده في الدم، الكيتون بوديز دولت بيعملوا اريتيشن للجي اي تي. اوكي. طيب الابدومينال بين بقى ده حكايته حكايه. ابدومينال بين ده ممكن يبقى فيري سيفير، وممكن يوصل لدرجه اكيوت ابدومين اللي هو سيرجيكال ابدومين. يعني اصلا ما فيش سيره خالص ان عنده اي حاجه غير انه عنده حاجه جامده جدا في بطنه. ممكن يفتحوا له عمليات كمان. طيب ايه سبب بقى الابدومينال بين في حاله الدي كي ايه؟ ممكن
اسباب نتيجه الباثوجينيسيس، وممكن اسباب مش احنا قلنا ان البرسبتيتنج فاكتور هو ستريس او اي اكيوت ديزيز، يبقى ممكن يبقى حاجه تبع الباثوفيسيولوجي او تبع الاكيوت ديزيز. تبع الاكيوت ديزيز مثلا لو الديزيز مثلا بانكرياتايتس او اي مشكله في البنكرياس، بانكرياتيك سيست مثلا، اكيوت او كرونيك بانكرياتايتس، مثلا هيباتايتس، بايلونيفرايتس، هو ده بقى ده المرض اللي هو الاكيوت إلنس، هو اللي دخله في دي كي، ماشي، اللي هو ايه manifestation of the cause، او كوليسيستايتس اللي هو المراره، او appendicitis الزايده، ماشي، يبقى دي manifestation of the cause. طب manifestation of the disease يعني لو اسباب abdominal pain نتيجه الباثوفيسيولوجي. قلنا ان الكيتوزس دي بتعمل ايه؟ كيتوزس الكيتون بوديز دي بتعمل irritation للنيرف فايبرز، تعمل abdominal pain، ماشي. تاني حاجه احنا هنتكلم على البوتاسيوم. هو في يعني total body potassium depletion. ليه؟ لانه بينزل في اليورين او في النوزيا والفوميتنج، فدوت بيعمل ايه؟ يعمل هايبوكاليميا. الهايبوكاليميا دي هتامبير جي اي تي موتيليتي. الهايبوكاليميا والكيتوزيس الاثنين بيامبير جي اي تي موتيليتي، ممكن توصل لحد باراليتيك إلياس، يعني تعمل intestinal obstruction، وده طبعا surgical emergency. يبقى impaired GIT motility الكيتوزس. ممكن rapid expansion of hepatic capsule. احنا كل الباثوجينيسيس اللي خدناه ده كله بيحصل في الليفر، فالليفر بتبقى يعني كأنها مصنع وشغال حالة emergency، كل حتة فيه شغالة. فده ممكن يعمل له ايه؟ rapid expansion of hepatic capsule. ممكن stress peptic ulcer. قلنا دي حالة ستريس، ممكن يبقى قلنا انه ممكن يبقى هو واخد هرمونز زي الكورتيزون، ممكن يعمل ستريس بيبتيك ألسر او اي ستريس emergency يعني. ممكن ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن، يعني اسكيميا تو ذا ميزنتريك ارتري، وده برضو emergency. احنا قلنا ان اسكيميا بتيجي نتيجة هايبوفوليميا وهايبر فيسكوسيتي اوف ذا بلاد. خلاص، يبقى اسباب كتيره جدا جدا الابدومينال بين ان دي كي اي، وقلنا ممكن يبقى هو ده الايه فيرست برزنتيشن. طيب بعد كده rapid breathing cosmal respiration او fruity breath odor of acetone. قلنا الاسيتون طبعا قلنا ان هو من الاسيتو اسيتيك، من الكيتون بوديز اللي بتطلع اسيتون، وده بيطلع في النفس عشان ليه ريحه. cosmal respiration اللي هو rapid and deep breathing دوت، بدل انا لقيته في عيان بياخد نفس عميق ويطلع زفير عميق، دوت ايه سببه؟ ده بدل لقيته معناه ان انا عندي ميتابوليك اسيدوزيس. ميتابوليك اسيدوزيس يعني اسباب في الميتابوليزم هي اللي عملت اسيدوزيس. فعشان الجسم يتخلص من الاسيدوزيس دي، مين اللي بيساعد الكدني؟ مين اللي بيساعد الاسيدوزيس ان الجسم يتخلص منها؟ اللنج. طيب اسيدوزيس يعني اسيد كتير. السي او 2 اللي احنا بنطلعه زفير ده بيبقى عندنا لسه منه في الجسم، فالسي او 2 ده عباره عن اسيد برضو. فانا عايز اقلل الاسيدوزيس، يبقى عايز اقلل السي او 2 الاسيد اللي في الجسم عشان اقلل كميه الاسيد التوتال. فيعمل رابيد اند ديب ريسبيريشن، يعمل سي او 2 ووش، يقوم هو كده ايه؟ قلل، عمل كوركشن للميتابوليك اسيدوزيس عن طريق ايه؟ رابيد اند ديب ريسبيريشن، يعمل سي او 2 ووش. تمام؟ لما بقى يعني ان شاء الله نبقى ناخد المسائل، ولا انتوا خدتوها؟ المسائل بتاعه الاسيد بيز بالانس دي اسمها لما حصل سي او 2 ووش دي اسمها ايه؟ ميتابوليك، اسمها ريسبيراتوري الكالوزيس، اللي هو سي او 2 قليل. بس هو سي او 2 هيقل ليه؟ عشان يحاول يقلل الاسيد اللي في الجسم عشان يصلح الميتابوليك اسيدوزيس. ونتيجه الميتابوليك اسيدوزيس ايه؟ قلنا ان عندي
كيتونيميا اللي هو كيتون بودي، وقلنا ليه بيحصل لاكتيك اسيدوزس نتيجه decreased tissue perfusion و anaerobic respiration. تمام. يبقى قلنا مش احنا قلنا ان انا ممكن من العيان داخل لي هشوف rapid and deep respiration وشم اسيتون سميل وهو شكله باين عليه abdominal pain، ويا سلام بقى لو هو young age او adolescent لازم اشك ان هو ممكن يبقى DKA. طيب بعد كده signs of dehydration، dry skin mucous membrane. يعني ازاي؟ يعني السكين هلاقيها ناشفه dry، mucous membrane يعني اقول له طلع لسانك كده هلاقيه ناشف خالص خالص. poor skin turgor، ايه دي؟ فاكرين زمان واحنا صغيرين لما كنا يعني نقول لبعض كده وريني اقول لك انت صايم ولا فاطر، واقوم قارص ايدك شادد حته من السكين كده عامل سكين بينش وارفعها فوق، لو نزلت ببطء معناها ان انت صايم يعني دي هايدريتد، لو ما نزلتش ببطء نزلت بسرعه جدا معناها ان انت لسه شارب ميه وجسمك مليان ميه يبقى انت فاطر. فاكرين دي حاجه طبيه فعلا. احنا كده كنا عندنا يعني بدايه دكاتره كانت عندنا واحنا صغيرين. طيب يبقى اللي هو قلنا اسمها بور سكين تيرجر. وبعدين لما ناخد اطفال بقى هنعرف ان احنا السكين بقى وهي بتنزل بعد السكين بينش، لو انا عديت قلت 1001 ولقيتها لسه باينه، يعني بص 1001 بتقل بسرعه، لو لقيتها لسه باينه معناها ان هو بدا some dehydration. لو نزلت في دقيقتين معناها انه عنده very dehydrated، يعني اللي هو ده ستيج اكتر من dehydration. طيب altered consciousness to coma. طيب دكتور ناجي العظيم ربنا يديله الصحة كان بيقول ان سبحان الله ليه في الاسيدوزس بيبقى الجسم يدخل في كوما، والالكالوزس الجسم بيدخل في تريمورز او كونفالجنز. ليه؟ قال لك ان الاسيدوزس دي كل التيشوز اللي في الجسم ناتج الميتابوليزم بتاعها اسيدز، كل حاجه العضلات والكدني واللنج وكل حاجه في الجسم بقى والهضم والمش عارفه كل حاجه ناتج الميتابوليزم بتاعتها اسيدز. طول ما الجسم ده شغال وصاحي وتمام هيمشي بقى هيتحرك هيتكلم مش عارفه كل ده هيطلع لي اسيدز زياده هيعلي الاسيدوزس. لا طب بقى سبحان الله قال لك بقى سبحان الله المعجزه ان هو بيدخل في كوما علشان يوقف كل الميتابوليزم بتاع السيلز علشان يقلل الاسيدوزس. تمام. لكن الالكالوزس انا عندي الكالي كتير عايزه اعمل له اسيد، اعمل اعمل بقى اكسرسايز بقى زي الاكسرسايز. طب هو عيان يا جماعه مش هيعرف يعمل اكسرسايز، فربنا بقى سبحان الله يعني يجي له تريمورز او يجي له كونفالجنز، دي بقى تعمل تيشو كتير تيشو ميتابوليزم كتير وتطلع اسيد وتصلح الالكالوزس اللي عنده. طيب بعد كده بيقول لك ان الاسيدوزس ممكن يعمل فيتال اريزميا، وعندي كمان حاجه تانية تعمل اريزميا الهايبوكاليميا او الهايبركاليميا، وهنفهم ليه بقى ساعات هايبوكاليميا وساعات نورمال وساعات هايبركاليميا. طيب الفيتال ساينز بقى بما اننا بنتكلم في كلينيكال بيكتشر، فالفيتال ساينز هتبقى اخبارها طب هي مهمه دكتوره؟ هي مش في المحاضره. لا مهمه. ليه؟ لان هيجي لي كيسز وهيقول لي بالس كام وبلاد بريشر كام وبتاع. طيب دي حاله ديهايدريشن وداخل في شوك، صح؟ مش هيدخل دلوقتي في شوك، يبقى هو باي شوك معناها ان هو ضغطه واطي وعنده تاكيكارديا. تمام. يبقى هو هيبقى عنده ضغط واطي بسبب البروفاوند ديهايدريشن وعنده تاكيكارديا. ممكن تاكيكارديا تاني بسبب لو هو عنده فيفر والفيفر هي اللي عامله اكيوت إلنس وهو ده اللي عامل المرض. ممكن يبقى التمبريتشر بتاعته هايبوثيرميا لو هو DKA بس عادي يعني من الشوك برضو، هايبوفوليميك شوك من كتر ما نزل الفلويدز اللي في جسمه. الدكتور لما يجي يكشف عليه يقول لك العيان ناشف ناشف ناشف، معناه ان جسمه نزل كل السوائل اللي فيه. عشان كده هنشوف ان العلاج غالبا بياخد مثلا، طبعا هو بيبقى على حسب وزن العيان، ممكن ياخد 10 لتر او 20 لتر
فلويدز في خلال 24 ساعة. متخيلين قد ايه هو فقط سوائل؟ طيب respiratory rate قلنا cosmal breathing, rapid and deep respiration due to metabolic acidosis. خلاص. طب ايه كمان من signs of dehydration؟ قلنا dry skin, dry tongue, sunken eyes بتبقى باينة قوي، يقول لك ايه عينه غطسانة او عينه دبلانة. decrease skin turgor وبلاد بريشر قليل. urine output هيقل، وده ممكن يدخلني في ايه؟ يدخلني في renal failure. والبلس عالي تاكيكارديا. ماشي. طب ايه كمان other signs للعيان؟ قلنا عنده total potassium body depletion. بس هو total potassium body depletion بس اللي هيبان لي في التحاليل ممكن يبان لي هايبر كاليميا، هنبقى نشرحها. عنده هايبوريفلكسيا، البوتاسيوم لما يقل يعمل كله قليل ما عدا يعلي الهارت ريت، يعمل هايبوريفلكسيا، هايبوتونيا وماسل بين. هايبوتونيا اللي قلناها دي بعد شويه ممكن تعمله باراليتيك إلياس وتقلل الجي اي تي موتيليتي، تعمل ابدومينال بين. قلنا بقى ان الهايبوكاليميا يعمل هايبوتونيا، هايبوريفلكسيا، ويزود الهارت ريت، ممكن يعمل فيتال تاكي اريزميا. تمام. بعد كده بقى قلنا ان يا اما يجي لي عادي فايق، يا اما disturbed level of consciousness، يا اما كوما. طيب بعد كده بقى هنتكلم على ايه؟ على الدايجنوزيس اوف دي كي اي كان made by elevated blood sugar جلوكوز، بعد كده increased serum levels of، هما دول الثلاث انواع من الكيتون بوديز اللي في الدم. هما مين؟ اسيتو اسيتات واسيتون وهيدروكسي بيوتريت. ميتابوليك اسيدوزيس طبعا ده في اللي هو اللاب دايجنوزيس، يعني لو سيرم بايكربونات ولو بلاد بي اتش. لو بلاد بي اتش دي معناها اسيدوزيس. طب ايه حكايه بقى ان البايكربونات هيقل؟ انا دلوقتي عندي اسيدوزيس يعني اسيد كتير جدا جدا جدا. اللنج ساعدتنا، الجسم راح قال لللنج الحقيقه احنا عندنا اسيد كتير جدا عايزين نخلص، معلش ساعدينا، وخلصينا من شويه اسيد من اللي عندك اللي هم السي او 2. ماشي من عينيا، وقعدت تعمل رابيد ديب ريسبيريشن لحد ما نفسه اتقطع. ها خلاص تمام. لا والله لسه اسيدوزيس جامده، احنا قلنا اسيدوزيس سببها كذا سبب. طب ايه الحل؟ فبيروحوا للكدني. سبحان الله الجسم بيعمل كوركشن للاسيدوزيس بثلاث حاجات. اول حاجه الكيميكال بافرز اللي في الجسم، تاني حاجه اللنج. الكيميكال بافر بتشتغل within seconds، اللنج بتشتغل within minutes يعني من دقايق لحد نص ساعه او ساعه. الكدني بقى هي اللي دورها اقوى جدا جدا في علاج الاسيدوزس او الالكالوزس، اي اسيد بيز ديستربنس. الكدني بقى تشتغل على دايز، وهي اللي بتعمل كومبليت كوركشن. طيب الكدني بقى هي بقى الكينج بقى في موضوع الاسيد بيز بالانس. طب هتساعدينا ازاي حضرتك؟ مش انت عندك اسيد كتير؟ عندي اسيد كتير جدا جدا. طب انا بقى هحط لك الكالي اللي هو البايكربونات ده، هحط لك كتير في الدم منه عشان يحاول يعادل الاسيد اللي موجود. طب لما نيجي نحلل هنلاقي لو سيرم بايكربونات هيبقى اقل من 15 ملي ايكويفالنت بير لتر. ماشي. طب الاسيدوزس النورمال بي اتش كام؟ 7.35 ل 7.45، فهلاقيها اقل من 7.3. خلاص يبقى احنا فهمنا ازاي عندي اسيدوزس اللي هي لو بي اتش ولو سيرم بايكربونات، وهلاقي increase anion gap. الاناين جاب دي صوديوم ناقص بايكربونات زائد كلورايد. معناها ايه اناين جاب دي؟ معناها ان انا في حاجات عندي مأثرة في الاوزمولاريتي، حاجات عندي في الدم ومأثرة في الاوزمولاريتي غير الحاجات اللي احنا عارفينها اللي هي صوديوم وبوتاسيوم وبايكربونات. زي مين؟ زي الكيتون بوديز دي، زي الفري فاتي اسيدز اللي جت دي وعملت لي اسيدوزس. ممكن حد واخد الكحول هو ده يطلع هو اللي عامل اناين جاب.
يبقى increase anion gap. في سؤال عندكم في الكيس برزنتيشن بيسأل مين في الانفستيجيشنز دي هو الأهم حاجة فيهم خالص، يبقى increase anion gap. طيب في سؤال عندكم في الكيس برزنتيشن بيسأل في الانفستيجيشنز دي هو الأهم حاجة فيهم خالص، مين أهم والموست شور diagnosis of DKA؟ الميتابوليك اسيدوزس. ليه؟ عشان هي مشكلتي اسمها DKA diabetic ketoacidosis. هو الاسيدوزس هو ده المين باثولوجي. طيب ما هيقول لك ممكن increase blood glucose، هيبقى عالي بس مش ذات سو هاي، يعني بالكتير قوي قوي يوصل 500 او 600. هناك بقى الكوما التانية بقى اللي هي هايبر اوزمولر نون كيتوتيك كوما، ده ممكن يوصل 1000 أو 2000، حاجة رهيبة جدا. neglected. طيب خلينا متفقين ان انا لما اتخرج من الكليه او الدكتور بيعاملني ازاي في الامتحانات، بيعاملني ان انا هتخرج هبقى GP، فمطلوب مني برايمري ان انا اعرف اشخص حالات الامرجنسي واكتشفها بسرعه، عارف اعالجها تمام، مش عارف هعمل لها ريفيرال او هعمل لها الاسعافات الاوليه على طول. عشان كده في المهم جدا في الاسئله، الاسئله بتاعت الامرجنسي كلها مهمه جدا في اي ماده وخصوصا في البطن. تاني حاجة أنا بنقذ العيان إن أنا لما شخصه DKA diabetic ketoacidosis، يعني ساعات قلنا إن هي بتبقى الفيرست presentation of type 1 diabetes، وده ساعات بيبقى طفل، ساعات 2 وساعات 3 وساعات 5 و7. بيبقى البرزنتيشن ازاي يا جماعة؟ بيبقى البرزنتيشن ساعات بس abdominal pain ونوزيا وفوميتنج بس، ويروح للدكتور العادي، الدكتور هيعالجه إن هو نزلة معوية وخلاص، ويفضل يعالجه انه نازله معويه ويدي حاجات تمنع الترجيع وحاجات تمنع مش عارفه ايه، وحالته عماله تتدهور، بعد شويه نلاقيه دخل في كوما، خلاص حالته مش عارفين نصلحها. ليه؟ بسبب ان انا ما حطيتش الديفرنشال دايجنوزس ده في دماغي. يبقى الاطفال الصغيرين اي حد عنده نوزيا وفوميتنج ونوت ريسبوندينج تو تريتمنت لازم افكر ان هي ممكن تبقى DKA ببساطه جدا. كمان هشم منه ريحه اسيتون ان بريث في نفسه، وهلاقي رابيد اند ديب ريسبيريشن اللي هو اسمه ايه؟ كوزمول بريذنج. دي حاجات كاركترستيك للDKA، دي حاجات تنقذ العيان. انا شميت، بصيت على نفسه، وسمعت السيمتوم. ببساطه جدا اسرع حاجه هعمله راندوم بلاد جلوكوز ليفل، واعمل له مثلا كومبليت يورين اناليسيز. لو هو السكر عالي قوي هيبان في اليورين، ببساطه يبان لي اليورين، هيبان فيه السكر العالي وهيبان فيه الاسيتون، والراندوم هيبين لي السكر عالي جدا. تمام، يبقى انا كده انقذت العيان من 3 كلمات انا عرفتها. طيب ايه كمان مميز في الDKA اللي هو diabetic ketoacidosis؟ ان هو الموست فريكوينت اندوكراينال emergency. نتعلم كده ان اي درس كبير في البطنه فيه بيسالك موست فريكوينت emergency، انا بدور على السبب الاشهر. يعني مثلا الاندوكراين عندي امراض كتير، عندي دايابيتس، عندي ثايروتوكسيكوزيس وميكزيديما وكوشنج واديسون، كل اوكي. مين اكتر مرض فيهم منتشر؟ الدايابيتس. يبقى الكومبليكيشن بتاعت الدايابيتس هي دي الموست فريكوينت complications او most frequent endocrinal emergency. اكتر سبب للليفت هارت فيلير هو ايه؟ اكتر سبب ليه الهايبرتنشن والاسكيميك هارت ديزيز. ليه؟ عشان هما دول اشهر سببين most common. تمام، يبقى انا بدور على السبب المنتشر، المرض المنتشر، يبقى هو ده اللي عامل الموست common complication.